الله تبارك وتعالى يحب العبد إذا عبده في وقت غفلة الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم. صلاة الأوابين، في صلاة اسمها صلاة الأوابين، وقتها حين ترمض الفصال. فصيل ولد الناقة الصغير الذي لم يستوي خفه، فهو لا يتحمل حرارة الأرض، فيمشي على الأرض قصدا. هذا الوقت يقدر بأنه قبل الظهر بنحو ساعة ونصف أو ساعة وربع. فإذا صليت لله عز وجل في هذا الوقت فقد عبدت الله في وقت قلما يسجد له فيه ساجد. قبل الظهر بساعة ونصف من الذي يصلي؟ الناس في معايشهم يسعون في الأرض. فإذا عبدت الله عز وجل في هذا الوقت فقلما يسجد لله فيه ساجد. فلك من قبل الظهر بنحو ساعة ونصف إلى قبل الظهر بساعة إلا ربع. فإذا كان قبل الظهر بنحو ساعة إلا ربع تمتنع من الصلاة لأن ده وقت الزوال إلى أن يؤذن للظهر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة صلاة الأوابين. الأوابين جمع أواب يعني الرجاع إلى الله عز وجل. وهذه منزلة من المنازل العظيمة التي إذا حققها العبد كان ناج لا محالة لو ثبت أنه في رتبة الأوابين. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين لذلك.